في سنة 2002 طبيب شرعي كان بيفحص جثة لاعب كرة قدم أمريكي، واكتشف إن اللاعب ده مخه اتدمر تماما بسبب الخبطات المتكررة في رأسه، وقوة الخبطة الواحدة تتعدى ما بين 80 إلى 100 جي. الخبطات دي كونت في مخه بروتين سام دمر حياته. لكن تخيل إن في كائن بياخد خبطة في رأسه بقوة 1200 جي وبسرعة 20 خبطة في الثانية الواحدة، كأنه بيعمل حادثة عربية مميتة كل ثانية من غير ما يموت. احنا بنتكلم عن نقار الخشب. السؤال بقى هنا، ازاي الطائر ده مش بيجيله ارتجاج في مخه؟ وازاي عينه مش بتطير من مكانها من قوة الخبط؟ في حلقة النهاردة هنشرح التصميم الهندسي اللي بيحميه. مع بعض هنعرف ازاي الصدمات دي بتتوزع على جسمه عشان ما يتصابش. عشان نفهم خلينا نمشي مع الخبطة خطوة خطوة. قبل ما المنقار يلمس الخشب بأجزاء من الألف من الثانية، بيشتغل نظام اسمه الفرملة المسبقة أو التوقيت العضلي. عضلات رقبة الطائر بتنقبض بشدة وتتحول لمساعدين صلبة جدا، وده عشان تمنع ارتداد الرأس لورا بعد الضربة. أول ما المنقار بيخبط بنقابل خط الدفاع الأول، وهو درع الكيراتين. الجزء اللي برا من المنقار مش عظم ناشف، ده متغطي بطبقات ميكروسكوبية من مادة الكيراتين زي ضوافرنا بالظبط، وهي مرصوصة فوق بعض زي قشر السمك. وقت الخبطة الطبقات دي بتتزحلق فوق بعضها وبتشتت جزء كبير من طاقة الخبطة. وهنا بيجي السر الهندسي التاني. لو ركزت هتلاقي ان الفك اللي تحت اطول ملي او اتنين من الفك اللي فوق. الفرق البسيط ده بيخلي قوة الضربة تيجي تحت الاول، فالطاقة تاخد طريق دائري وتنزل على عضلات الرقبة القوية وتبعد تماما عن المخ. بالاضافة الى العين، قبل الخبطة في جفن تالت شفاف بيقفل على عينه وبيشتغل كحزام امان، بيمسك مقلة العين وبيمنع الشبكية انها تنفصل. ونيجي عند اللسان. لسان نقار الخشب بيبلغ طوله ثلث طول جسمه، وبيرجع لورا وينقسم لفرعين. الفرعين دول بيلفوا حوالين الجمجمة كلها من ورا، ويطلعوا من فوق الرأس لحد المناخير. التكوين ده بيشتغل كسوستة بتحضن الجمجمة كلها وبتثبتها أثناء الضرب. طيب ايه اللي بيمنع المخ نفسه انه يترج من جوه؟ مخنا احنا كبشر بيعوم في كمية كبيرة من السائل النخاعي. وقت الحادثة بالظبط المخ بيتحرك جوه السائل ويرزح في الجمجمة من جوه، زي ما بتشوف حوادث السيارات كده. الشخص اللي جوه بيطير من مكانه ويكسر الإزو اللي قدام، وده المعروف بالارتجاع. لكن مخ نقار الخشب العكس تماما، مخه مكبوس ومحكوم جدا جوه الجمجمة، وكمية السائل حواليه تكاد تكون معدومة. يعني حرفيا مفيش أي مساحة فاضية للمخ إنه يتحرك أو يتهز من مكانه. أكيد أنت بتسأل نفسك دلوقتي بتقول هو ليه أصلا بيخبط في الشجر؟ وأول سبب إن نجار الخشب عنده حاسة السمع عالية جدا، بتخليه يسمع صوت الحشرات اللي بيتغذى عليها جوه الشجر. وأول ما بيحفر النفق بتاعه ويوصل للحشرة بيمد لسانه ويسحبها. وغير كده الطائر ده محتاج مكان آمن يحط فيه البيض بتاعه ويربي صغاره بعيد عن الحيوانات المفترسة زي التعابين، فبيختار شجرة غالبا بتكون ميتة أو خشبها طري شوية، ويفضل ينكر فيها أيام وأسابيع. بالإضافة لكده الطيور التانية بتغرد وبتصوصو عشان تجذب الإناث أو تعلن سيطرتها على المنطقة. لكن نقار الخشب بيروح وبيخبط في الشجر أو حتى ممكن يروح على عمود معدني ويفضل يخبط بسرعة عشان يعمل صدى صوت عالي ويرن في المنطقة كلها. وبس كده. ولو الحلقة عجبتكم متنسوش اللايك والاشتراك في القناة. أشوفكم الحلقة الجاية. سلام.